صالح الراشد يرد على فتاة سخرت من شحوب وجهه. رد صالح الراشد على متابعة علقت على شحوب وجهه ليعد الإعلام العراقي نشر الرسالة ويرفقها برده على المتابعة من خلال حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات. كتبت المتابعة لصالح الراشد: وجهك شاحب، تحتاج جلسة نضارة ليصير أحلى. ليعد الإعلام العراقي نشر الرسالة ويعلق عليها بكلمات: أنا مريض طبيعي يكون وجهي شاحب. يتفاعل صالح الراشد مع متابعيه ليس فقط من التعليقات الإيجابية ولكن في التعليقات الساخرة منه أيضا. وقبل أيام سخرت متابعة من شعره قائلة: ما راح تتزوج وإنت بهالشعر، ولا راح تلقي واحدة تعجب بيك في قص شعرك. ليعيد صالح الراشد نشر الرسالة عبر حسابه الشخصي ورد بكلمات جاء فيها: لا عزيزتي، لا تحاتيني، ما راح أجزك انتي، لأن خلاص خلصنا، فأنت لا تخلينا أبوكي وزوجك إذا عندك زوج يطول شعره، وإذا طوله طاقية أو خليه يلبس شيء على راسه الحمد لله والشكر. يواجه صالح الراشد منتقديه دائما ليس فقط بالرد على العلن وإنما أيضا برسالة خاصة يرسلها لهم عبر حساباتهم الشخصية، فيتحدث معهم عبر الرسائل الخاصة، وكان رد الفعل هو الاعتذار المبالغ فيه، وذلك في محاولة منه لإيقاف حملات السخرية والتنمر التي تطاوله من وقت لآخر بسبب إطلالاته وطول شعره الذي يعتبر البعض أنه لا يخص غير النساء. هو ده يكون خبر النهاردة. لو وصلت لحد هنا لايك وشير واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد مني.